ليه محتاج ان انا اعمل تحاليل لاليفي بشكل دوري؟ احنا لا قدر الله احيانا بيبقى فيه مشكله واحنا مش واخدين بالنا منها. معظم المشاكل اللي بتحصل في الحيوان بتاعنا الاليف بتبقى حاجات بسيطة جدا، ممكن ما ناخدش بالنا منها. أعراضها لا تكاد تذكر، إن هي تهميد مثلا، ترجيع كل فترة، مش لازم إن هي حاجة كمان مستمرة. بتبقى أعراض عامة جدا، بس لا قدر الله ممكن الأعراض العامة دي، لأن هو مثلا كمرض الترجيع اللي هو موجود عند معظم القطط، إن هو لا قدر الله بتبقى بترجع كل فترة، مثلا بترجع وتاكل بعدها والدنيا تمام، وإحنا سايبين الموضوع مش واخدين بالنا منه. ممكن لا قدر الله دي تكون حاجة مشكلة في الكبد، أو مشكلة في الكلى، أو مشاكل في حاجات تانية كتير. فمن ضمن التحاليل إن إحنا لازم إن إحنا ناخد بالنا من التحاليل الدورية بتاعته بشكل دوري، على الأقل خالص بتبقى مرة كل سنة. دي حاجة عشان نطمن إن الكلى شغالة تمام، الكبد شغال تمام، ما عندناش مشكلة في الدم، ما عندناش أي حاجة جوه. لأن القطط والكلاب بتبقى عرضة للموضوع ده بشكل كبير جدا. أنا دكتور خالد، ودي عيادة بتوين.